مرحبا حبايب قلبي، أهلا وسهلا فيكم بمطبخ الخال. اليوم بدنا نساوي كعك الشاي السوري. يلا خلونا نبلش بالكعك. في عنا هون نص كيلو طحين 500 جرام. راح نحط لهم معلقتين سمنة، مثل ما نكون شايفين سمنة دايبة، ومنحركهم مظبوط لتتشرب الطحين، تشرب كل السمنة. وهلأ بعد ما تشرب الطحين عنا السمنة، بنضيف عليه ربع معلقة شمرة وربع معلقة صغيرة يانسون، وبنحط لهم معلقتين مسح خميرة بودرة، وبنحط معهم كمان معلقة محلب صغيرة مليانة. بنحركهم مظبوط. وهلأ بعد ما حركناهم مظبوط بنضيف عليهم معلقتين أكل مليانين سكر. طبعا إذا بدكم إياها شوي سكر وظاهر فيكم تزيدوا السكر. وبنحركهم نرجع مظبوط. طبعا هون بعد ما حركناهم مظبوط مع بقية المواد بنبلش نضيف المي. انا في عندي هون 400 ملي مي، بس ما في عنا عيار ثابت. بنضيف المي شوي حسب نوع الطحين، ومثل ما قلت لكم المي تكون دافية. بالاخير بدنا قوام عجينة متماسكة، تكون قاسية جامدة. طبعا بدنا ننتبه المي نضيفها تدريجيا مشان يطلع عنا عجين متماسك. وهيك حبايب قلبي مثل ما انكم شايفين كيف صارت عجينتنا جاهزة، تماسكت، صارت قطعة واحدة. طبعا زاد معنا من ال 400 ملي 100 ملي، يعني احتاجت عجينتنا 300 ملي مي. هلا بنغطيها بنتركها ترتاح شي نص ساعة وبنرجع لها. وهلا حبايب قلبي بعد ما ارتاحت عجينتنا ريحناها تقريبا بحدود النص ساعة، بصير شكلها مثل ما انتم شايفين، بكون تضاعف حجمها تقريبا الضعف. بنلمها مشان نفضيها من الهواء، وبنحط لها شوية زيت على وشها ندهنها بس مشان ما تصير تلزق بإيدنا. نلمها بحيث انه نطلع منها الهواء على قد ما بنقدر. وهيك بعد ما جهزت معنا نرجع نحط لها كمان شوية زيت على الطاولة مشان ما تلزق معنا. نقطعها شقف، نحاول قد ما فينا يكونوا على نفس القياس تقريبا مشان نشتغل فيها. هلا بقطعهم بدورهم وبرجع لكم. شايفين حبايب قلبي كيف بنرقهم؟ طبعا انا بحبها رقيقة، انتو كيف تحبوها فيكم تخلوها سميكة شوي ما بيأثر. بنغطهم بالسمسم وبنصفهم مثل ما نكون شايفين. العجينة لازم تكون معنا مطاطية وطرية بنفس الوقت. بخلص وبنريحهم تقريبا شي نص ساعة بعد ما بنخلصهم وبرجع لكم.
وهيك حبايب قلبي بنكون خلصنا تشكيل الكعك عنا. بنتركهم هلا تقريبا شي نص ساعة تيريحوا ونرجع لكم. وهلا حبايب قلبي بعد ما تركناهم يرتاحوا تقريبا نص ساعة، شفتوا شلون نفخت صارت محلاها. نقطعها هيك بالنص. طبعا بنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 180 وبنحطها تحت النص بدرجة. وبنستناها بنراقبها يحمر وشها، وبعدين بننوص درجة حرارة الفرن تقريبا لل 150 ونستناها لحتى تنشف وتحمر مظبوط وبنشيلها. وهلا هيك حبايب قلبي مثل ما شايفين تحمروا معنا. هلا بننوص درجة حرارة الفرن على 100، نستناه هون شوي لحتى يبردوا، نرجع بنحطهم تقريبا شي 10 دقايق مشان يتنشفوا ونرجع لكم. وهلا حبايب قلبي بعد ما خلصنا الكعكات اللي عنا واستنيناهم حتى بردوا، بنرجعهم بنحطهم باخر رف بالفرن، وطبعا درجة الحرارة على 100. نستناهم تقريبا شي 10 دقايق ينشفوا ونرجع لكم. وهلا هيك حبايب قلبي بعد ما صاروا جاهزين تنشفوا معنا. يا سلام، ان شاء الله صحتين وهنا.